عشان بقى نلزق اللوجو بتاعنا ده على بطن الشخصيه. طبعا بقى مش هتقعد تعملها من هنا اتنين ومن هنا اتنين وتقعد تطبقهم على بعض، لا. بلندر عامل لك موديفاير بيعمل لك الكلام ده كله. بلندر عامل لك موديفاير اسمه شرينك راب. شرينك راب ده لو دخلنا على كلمه موديفاير، اد موديفاير، بعد كده دخلنا على شرينك راب. شرينك راب ده بيقول لك اختار التارجت. انا اخترت التارجت دلوقتي البادي بتاعنا. بص الشكل عامل ازاي دلوقتي، دخل جوه بعض. طبعا الغلط ان احنا ما خليناش اوفست زياده شويه، وان احنا خليناه اون سيرفيس. انت لو غيرت دي مثلا خليتها تارجت اون نورمالز هتلاقي الشكل اختلف. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تنساش ان انت تدي فيرتسز للوجو. اللوجو حاليا هو عباره عن شكله رباعي، تمام. انت تلزقه على شكل فيه فيرتس كتيره جدا. لو عملت كليك يمين، سب ديفيجن سب ديفيجن سب ديفيجن اكتر، هتلاقي الموضوع وضح شويه، اللوجو بقى احسن شويه. ولو عملت سكيل اكتر وصغرت هتلاقي الموضوع بقى احسن شويه. ده لان في الاول ما كانش عندنا يعني ما كانش عندنا فيرتس. دلوقتي عندنا فيرتس، فالموضوع ظبط، تمام. وهتلاقي اللوجو عندك ظبط. ممكن تلاقي المشكله دي، المشكله دي غرضها ان الشكل او اللوجو بتاعك مش لازق قوي. ده السبب ان احنا عاملين 0.01. ممكن بقى تغير في النسبه شويه انت، او حسب بقى انت عايز تعمل ايه. تخلي 0.0.01، ماشي، بقى لازق اكتر. ممكن بقى تخليه بدل 1 تخليه 2، تمام. هتلاقي الشكل بقى لازق اكتر واكتر. تقعد تجرب بقى لغايه لما تشوف انت الموضوع بيرفكت بالنسبه لك.